السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش للغيبة، كنت تعبانة شوية بس الحمد لله. راجعالك النهاردة بجد بجد بفيديو حاجة كده، وهم حاجة قنبلة. بصي بقى، النهاردة هنعمل دي السبونج اللي احنا بنشتريه بأتمان كبيرة جدا. وبس مش كده، ده احنا كمان هنجرب عليه وهنعمل احلى سبونج. بصي بسم الله ما شاء الله، شايفه السبونج عامل ازاي؟ وما تشتروش من بره تاني، اللي وصل ده الكيلو 60 جنيه. هنعمله بمكونات موجوده كلها في قلب البيت. بصي بقى الجمال والحلاوه، وشايفه خفيه السبونج ازاي؟ معلش صوتي مش مساعدني، بس هحاول اوضحه على قدر الامكان. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله، بجد بجد حاجة خطيرة، وصفة جميلة ومنجزة وكمان موفرة. بصي الأول كده هنجيب بولة. البولة دي هنحط فيها كوباية دقيق، هنحط كوباية نشا، هنحط كوباية سكر، وبعدين هننزل عليها بربع كوباية من الكاكاو الخام. انزلي عليها بواحدة كيك شيف كلها تقومي قلبها، وواحدة بيكنج باودر. انزلي عليها ب3 من الفانيليا، وبعدين هننزل هنا ب3 معالق من اللبن البودر. هنقلب الكلام الجميل ده كله، هتحصلي على نتيجة مبهرة زيها زي اللي انت بتشتريه من بره. بصي لو انا حطيته على الميزان دلوقتي هيعمل لي كيلو الا ربع. الكيلو دلوقتي يا جماعة ب60 جنيه، يعني كيلو الا ربع عامل 45 جنيه. كل بيت فينا في النشا وفي الدقيق وفي السكر. انا ايه اللي انا اشتريته من بره؟ 3 فانيليا وواحدة كيك شيف، وكمان اشتريت واحدة بيكنج باودر، وعملت احلى حاجة، عملت احلى سبونج. هجربه قدامكم كده دلوقتي. هنحط ال6 بيضات، وهننزل عليهم ب2 محسن عجين، وقلبي عليهم كمان كوباية الا ربع من المية، ونقوم ضربينهم كلهم كده مع بعضهم. بصي بقى النتيجة المبهرة الجميلة السريعة، واحنا داخلين على الأعياد. ادي عيد رأس السنة قرب. اعملي لولادك احلى حاجة حلوة بدي السبونج. اعملي بقى تورتاية، اعملي جاتو، اعملي سويس رول. بجد بجد بتبقى خطيرة، خطيرة جدا. ده اختراع ايميل بسيوني. النهاردة اخترعنا ايه؟ عملنا في البيت دقيق السبونج. بصي جميل ازاي؟ بجد بجد حاجة روعة جدا، ما شاء الله. هنضربه كويس جدا كده، ونبتدي نقوم حاطينها في القالب وحاطينها في الفرن. لازم تتنيكي تضربي لغاية ما توصلي للقوام الحلو ده. شايفة القوام بتاعنا عامل ازاي؟ خدت مني كوباية الا ربع من المية. طبعا المية اللي انا بحطها بتبقى زي دمعة العين كده، بيبقى دافية زي دمعة العين. يعني في الصيف كنت بحطها كده من الحنفية. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله، ابتدي بقى حطيها كده في حلة التورتة، وتكون الفرن بتاعنا سخن. وبالظبط يا جماعة هتاخد ساعة في قلب الفرن. يبقى انت كده وفرتي ودبرتي وعملتي لولادك تورتاية من المكونات اللي في البيت، وكفاية علينا بنشتري كريم جانتيه. بصي بقى كده يا سيدي يا جماله. بصي كده نفشت ونفخت وبقت حاجة كده ايه، روعة. ما شاء الله تبارك الله، نجحت في التجربة. ادي دي السبونج تعمليه في البيت، ولا انكيش تشتريه من بره. حبيبة قلبي ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايميل بسيوني. حبيبتي اسيبك في حفظ الله، واقول لك هابي نيو يير. يلا اسيبك في حفظ الله، باي باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.